بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي تلفزيون النهار العربية في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وتحديدا من هنا من محافظة البحيرة، من مركز ومدينة أبو المطامير، مع مدرسة الخط العربي، مع عملاق الخط العربي بمركز ومدينة أبو المطامير، الأستاذ عبد الهادي الشرنوبي. أهلا ومرحبا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا ريس. شايف حضرتك النهارده مدى الإقبال على طلبة مدارس الخط العربي. يمكن بين السادة المشاهدين يعني إيه الخط العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا ان شاء الله الخط العربي دي منهج كل مسلم ومنهج كل انسان صادق، اولا صادق مع وطنه، صادق مع نفسه، صادق مع ربه، لان الخط العربي ده يعتبر تراث، هو مبدا الحضاره الاسلاميه، وهو منشا اللي اتنشأت عليه التراث العربي الاسلامي. كان مبدا هو مبدا الثقافه الاسلاميه في كل مكان، وأصبح للخط اهتمام شديد في مركز ومدينة أبو المطامير بفضل أبناء المركز وبفضل الناس المحبي وبفضل كل الناس اللي شجعونا من الإدارة التعليمية ومن الوزارة ومن مديرية التربية والتعليم. ونحيي على رأسهم الأستاذ علاء رجب خليل، طبعا كان له جهد مشكور، والأستاذ سعد يونس، وكل الزملاء وكل الإخوة الأفاضل اللي ساعدونا وشاركوا معنا في إنشاء مدرسة الخط العربي داخل أبو المطامير، حيث أنها أصبحت صرح كبير وعملاق في دائرة أبو المطامير، وفي نفس الوقت خرجت شباب وجيل أصبح أساتذة، وأصبح في كل مكان يعني اسمهم منور في كل مكان، في إعلانات أبو المطامير وإعلانات البحيرة وخارج البحيرة وفي دمنهور وكل محافظات الجمهورية. الناس ديت كلها من تلاميذ مدرسة الخط العربي أبو المطامير بفضل الأساتذة اللي كانوا معانا. كان الأستاذ صابر محمد مصطفى والأستاذ جابر، نسأل الله له الصحة والعافية، وكل الزملاء اللي شاركوا معنا، والاستاذ حبس جمعه حجازي، وكل الزملاء معنا، والاستاذ احمد الله يرحمه كان برضه من الناس اللي لها بصمه معنا في الخط العربي في ابو المطامير. ونامل ان الخط كل سنه يزيد الاقبال اكثر، والمدرسه تنتشر اكثر واكثر، ودايما ابو المطامير ولاده بابنائها ورجالها وكل الناس الحلوه اللي موجوده فيه. يمكن بين للسادة المشاهدين إن مدرسة الخط العربي في أبو المطامير مكانها فين، والمواعيد التقديم إمتى، والمراحل التعليمية قد إيه؟ مدرسة الخط العربي كان مقرها الأول وما زال هو المقر الأول لها في مدرسة الإعدادية بنات التي أنشئت من 2008 لحد الآن، ولكن أجريت بعد الترميمات والتحديث في نفس المدرسة، فتم نقل المدرسة لمدرسة ثروت الابتدائية اللي هو في وسط البلد بجانب محكمة أبو المطامير. ومواعيد المدارس ديت بتعمل بفترة مسائية، الرسمي نحن نخشه من 3 لحد الساعة 5:30 أو 6، ولكن لتأخر الوقت وطبعا معنا طلبة مغتربين من أماكن بعيدة من قرى بعيدة، فنحن بنبدأ نخش بدري شوية من الساعة 2 لحد الساعة 5، المواعيد بتاعتنا فترة مسائية. والمدرسة دي بتقبل الأعمار السنية من بعد الشهادة الإعدادية، بشرط ان هو يكون عنده قبول في الخط العربي، ويكون موهوب خطيا ونفسيا واخلاقيا، وفي نفس الوقت تكون المدرسه يعني حابب ان هو يخش الخط العربي كماده خط، مش ماده ان هو يأديها وخلاص. دي بالنسبه لمواعيد المدرسه وبالنسبه لنشأتها وبالنسبه للحضور.